اما هالاند اللي عرفنا مش عارفين هنجيبه ولا مش هنجيبه بسعره ال 14 مليون ده، ما فيش حد اصلا في السيتي مضمون غيره. طب كابتن ايزاك هنعمل ايه فيه؟ قدم طلب رحيل خلاص لنيوكاسل وهو عايز يروح ليفربول. لو راح ليفربول هنعمل فيه ايه؟ لو فضل في نيوكاسل هنعمل فيه ايه؟ ايكيتيكي اللي جبت 8 ونص ده، جيوكراس اللي جبت انا. نحن على الهواء مباشرة. الغي رحلتي. ارحمونا يا جدعان. طب ايه؟ طيب والله انا دي المره ال 83 اللي اخش فيها التشكيله واغيرها. استنى كده، حلوه دي. بعد الحلقتين اللي فاتوا، حلقه خط الدفاع وحلقه خط الوسط، النهارده جايين نتكلم في اخر حلقه وهي حلقه خط الهجوم. شويه كلام كده عن المهاجمين، وطبعا الكلام الاساسي هيبقى عن هالاند. هنعمل ايه في هالاند؟ هالاند هنجيبه ولا مش هنجيبه؟ عشان هالاند في كلام كتير قوي فعلا. نفس الكلام على ايزاك، جيوكيرس، معظم المهاجمين هنتكلم فيهم. وان شاء الله نطلع من الحلقه دي نبقى مستقرين شويه هنجيب مين في خط الهجوم. فزي كل حلقه ده الكود بتاعنا، الدوري هيكون فيه جوائز للثلاث مراكز الاولى، ده غير ان ممكن يكون فيه جوائز شهريه لو الدوري بتاعنا وصل ل 1000 واحد. ما تنساش تدخل الدوري وتشترك في القناه، عايزين نوصل القناه 5000 مشترك ان شاء الله قبل بدايه الدوري. فانا ابراهيم حمدين ودي قناه حمدينوفيتش، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا من غير بقى رغي كتير. وان شاء الله عشان الحلقه دي ما تطلعش ربع ساعه زي الحلقتين اللي قبليها، احنا هندخل نتكلم عن المهاجمين على طول. فاحذف لي يا ابني كده الموبايل، اقلب الشاشه، يلا بينا. كده القايمه قدامي وقدامكم، ويلا بينا نبدا باول واحد، هالاند. بصوا يا جماعه، احنا عارفين ان هالاند نازل ب 14 مليون وان هالاند سعره غالي جدا. بس خلينا نتكلم بقى في كام نقطه كده عشان نحسم موضوع هالاند ده. اول حاجه، هالاند هيتخدم عليه من فرقه السيتي كلها، بمعنى ان الفرقه كلها تقريبا بتلعب عشان في الاخر يوصلوا الكوره للمهاجم، واللي هو بالمناسبه مش اي مهاجم، ده احسن مهاجم في العالم. طيب دي اول حاجه. تاني حاجه، هالاند الوحيد في منظومه مانشستر سيتي كلها اللي ضامن ان هو هيلعب ال 90 دقيقه، هو ورودري. ده لو رودري يعني رجع من الاصابه وتمام بقى فيت 100%، هما الاثنين الوحيدين اللي ضامنين مكانهم 100%. ففكره ان انت هتبقى عايز تجيب حد من السيتي، مفيش غير هالاند مضمون. طيب تالت حاجه، هالاند مش هيقعد موسمين ورا بعض وحش. وبالمناسبه موسم هالاند الوحش بتاع السنه اللي فاتت ده جايب فيه 22 جون، وهو مش لاعب ال 38 ماتش كاملين عشان كان بيجي له اصابات. فنسخه هالاند اللي احنا كنا بنقول عليه وحش، هو كان جايب 22 جون، فرق بينه وبين صلاح تقريبا 6 ولا 7 اجوان، اللي هو كان الهداف ساعتها صلاح. طيب الحاجه اللي بعد كده، هالاند نسبه امتلاكه 18%. فخليني اقول لك ان واحد زي هالاند ده لسه بحوالي 15 او 16 يوم على بدايه الدوري، والنسبه دي هتعلى. بس خليني اقول لك ان هالاند لو فضل بالنسبه دي او زاد شويه، احنا هيبقى معانا واحد ممكن يسجل لك في اول جوله هاتريك، وهو نسبه ملكيته مش مكمله ال 20 او ال 30% حتى. فهالاند لو نسبه ملكيته فضلت قليله كده، لا هيبقى مغري جدا ان احنا نجيبه. طيب الحاجه اللي بعد كده، هالاند رخص مليون عن السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان ب 15، السنه دي ب 14. فاحنا حته السعر دي ممكن نتصرف فيها زي ما اتصرفنا فيها السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت الناس كلها كانت داخله بهالاند اساسي. فانا بصراحه لكل الحاجات اللي فاتت دي، انا شايف ان هالاند السنه دي، لا هالاند السنه دي هيدخل بكل قوته بقى. السيتي السنه اللي فاتت كانت كلها واقعه، رودري كان غايب، كان في حاجات كتير قوي توقع السيتي وتوقع هالاند. فانا شايف ان فكره عدم دخولنا بهالاند وان احنا مستقلين بعدم وجود هالاند دي مش حاجه صح خالص. فلكل الاسباب دي انا شايف ان هالاند لازم يكون عنصر اساسي في فرقنا بصراحه. هتقول لي يا عم ودي هنعملها ازاي؟ هقول لك ان شاء الله الحلقه الجايه على طول هتبقى تشكيلات بصلاح، تشكيله بصلاح، تشكيله بهالاند، تشكيله بالاثنين سوا، ونشوف كده نعرف نظبطها مع لعيبه تانية تشيل الفرقه. انما فكره عدم دخولك بهالاند دي حاجه مرعبه، لان هالاند ممكن في اول جولتين ثلاثه تلاقيه رزعك هاتريك في جونين في هاتريك، هوب خلاص انت ترتيبك وقع. فلكل الاسباب دي هنحاول نظبط تشكيلاتنا ان هي يكون فيها هالاند حتى لو هيبقى مع صلاح. طيب اللاعب اللي بعد كده اللي هنتكلم عليه هو ايزاك. ايزاك لو راح ليفربول هيوفر علينا كميه تفكير. هتقول لي ليه يا عم؟ هقول لك دلوقتي. فكره ان صلاح يروح ليفربول ويتخدم عليه من صلاح وفيرت دي هتخلينا نروح نجيب ايزاك، نروح نجيب هالاند، ويا معلم بقى صلاح ممكن يتعوض بلعيبه تانية. ممكن بقى نروح نجيب فيرتس في خط الوسط، ممكن نجيب مدافع تقيل مع ايزاك هيعوضوا لنا نقط صلاح. فلو ايزاك راح ليفربول هيوفر علينا كتير جدا. طب لو ايزاك ما راحش ليفربول وهو في نيوكاسل، لا هيبقى في خيارات احسن منه وهنوفر فلوسه للعيبه تانية. ففكره وجود ايزاك في ليفربول هتبقى مغريه جدا جدا جدا، وهتخلي معظمنا، هتخلي اللعبه فيها متعه جامده جدا. ليه بقى؟ لان ناس كتير قوي هتقول لك لا خلاص انا اروح اجيب ايزاك، اروح اجيب فيرتس هيعوضوا لي صلاح كده كده. ناس تانية هتقول لك لا صلاح ما يتعوضش، انا هجيب صلاح، ممكن اجيب معاه فيرتس، ممكن احاول اظبط ان صلاح وايزاك وما اجيبش هالاند اصلا.
فلو ايزاك راح ليفربول اللعب هتولع. فاتمنى موضوع ايزاك ده يتحسم بسرعه عشان نعرف هنعمل ايه. ونخش على اللاعب اللي بعد كده، هو مهاجم ارسنال جيو كيرس. اعتقد ان كلها اسبوع او 10 ايام وجيو كيرس هو هيكون المهاجم الثابت في تشكيله 70% من اللعيبه. فكره ان انت يكون عندك المهاجم الاساسي من ارسنال اللي هيتخدم عليه من المنظومه كلها، اللي هيتصنع له كميه فرص رهيبه، وكل ده هيكون ب 9 مليون بس، لا جيو كيرس ادوله بس 10 ايام زي ما قلنا ونسبه امتلاكه هتضرب وكلنا هيبقى معانا. ومتهيألي ده القرار الصح. جيو كيرس بسعره ده هيبقى حلو جدا ومفيد جدا جدا وخيار من ارسنال لو انت مش عايز تجيب ساكا، ولو انت مش عايز تجيب حد اصلا من ارسنال عموما في الاول عشان مقلق من ماتشاتهم. لا انت هيبقى معاك المهاجم اللي لو عملوا حاجه هجوميه لا هتلاقيه مشارك فيها، وكمان في كلام ان ممكن ياخد ضربات الجزاء او ينصص فيها مع ساكا. طيب بعد جيو كيرس يا عم هنروح لمين؟ لواتكنز. واتكنز من اكتر اللعيبه المحيره السنه دي. لو بصينا على ماتشات استون فيلا هنلاقيهم هيلعبوا نيوكاسل، برينفورد، كريستال بالاس، ايفرتون، ساندرلاند، فولهام، بيرلي في الجوله السابعه. فانت عندك 7 جولات ماتشاتهم لوز اللوز. ففكره ان انت تجيب واتكنز هتبقى مغريه قوي. طب ما هو سهله يا عم اهو، ما نروح نجيبه ماتشاته حلو. اقول لك الفورمه، واتكنز السنه اللي فاتت فورمته كانت وحشه جدا. في حاجه كمان ان في كلام ان هو ممكن يروح مانشستر يونايتد، فهنا الكلام هيتغير خالص بقى. فواتكنز ممكن نستنى كده اسبوع او 10 ايام نشوف الكلام هيبقى على ايه فيه، هيروح مانشستر يونايتد ولا هيفضل في استون فيلا، هيعمل ايه اصلا في البري سيزون، وعلى اساسه نشوف هنعمل فيه ايه. طيب واللاعب اللي بعد كده ايكيتيكي. الكتيكا انا خايف من حاجه، حتى لو ايزاك ما جاش انا خايف ان هو يكون المهاجم الفيرمينيو. بمعنى ايه المهاجم الفيرمينيو؟ ان هو يكون نسخه تانية من فيرمينيو، مهاجم ليفربول صحيح بس ما بيسجلش كتير، يركز ان هو يخدم على زمايله اكتر. فاحنا محتاجين نشوف الكتيكي توظيفه هيبقى ايه في ليفربول، هيعمل ايه، هيساعد صلاح ان هو يسجل ولا هو اللي هيبقى طمعان ان هو يسجل. فمحتاجين نشوفه الاول كام جوله كده وعلى اساسه ناخد القرار، بس لحد ما نتفرج عليه ما نستعجلش في اننا نشتري. المهاجم اللي بعد كده هو بوين. فكره وجود بوين مهاجم دي بصراحه هتقلل منه جدا. بوين اصلا لاعب خط وسط، انا عارف ان هو السنه اللي فاتت كان بيلعب مهاجم كتير قوي، بس دي مش هتبقى ثابته، دي مش حاجه ثابته. فكره ان لاعب وسط ينزل لك مهاجم دي بتبقى رخمه، انما لو العكس هتبقى حلوه قوي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو لاعب مهاجم ومتسجل خط وسط دي هتبقى حلوه، انما بوين ان هو يكون خط وسط اصلا ويتسجل في اللعبه ان هو مهاجم، انت فرصه بتقل مثلا في نقطه الكلين شيت، فرصه بتقل في النقطه الزياده بتاعه الجون، اللي هو المهاجم لو سجل جون بياخد 4 نقط انما خط الوسط 5. فبوين متهيألي في خيارات هتبقى ب7.5 احسن منه، فانا بصراحه مش مع بوين قوي. هنلاقي بعد كده هافرتس، فكك منه خلاص. وجود جيو كيرس معناه ان هو هافرتس انساه بقى، فكك منه. معرفش اصلا هو هيبقى مكانه فين بعد كده في الفرقه. ويسا في كلام ان هو رايح نيوكاسل، فلسه برده مش عارفين الكلام على ايه. لو فضل في برينفورد متهيألي مش هيبقى خيار كويس قوي، لان معظم اللعيبه اتفضت من حواليه وبرينفورد ممكن يقع اصلا. انما لو راح نيوكاسل وايزاك مشي هيبقى حلو جدا. جو بيترو ده بقى انا عايز الناس اللي بتلعب فانتازي بقالها سنتين 3 فاكرين يا جماعه اول ما خيسوس راح ارسنال ونزل اللعبه ب 8 مليون، اهو انا حاسس ان جو بيترو ده كده. خيسوس ساعتها لما راح ارسنال وبقى ب 8 مليون نسبه ملكيته انا فاكر ان هي جابت تقريبا 85%. ماذا بعد بقى؟ بالونه مفيش. فانا حاسس ان الهوجه اللي طالعه على جو بيدرو هتبقى زيها زي خيسوس برضه. احنا لو بصينا هنا على نسبه ملكيته هنلاقيه وصل 56% واحنا لسه 15 يوم على الدوري، ده ممكن يوصل 60 70% عادي. سعره حلو وكل حاجه، بس في نفس الفرقه ديلاب، ممكن الاثنين اصلا يلعبوا، ممكن يبقى هو رقم 10 وديلاب رقم 9 هو المهاجم. ممكن جو بيدرو يكون هو اللاعب اللي بيسقط ويدافع عشان يريح بالمر وديلاب شويه. فعايزين نتفرج الاول على تشيلسي شويه نشوف مين فيهم هيبقى اساسي ونشوف توظيفه ايه وعلى اساسه نجري عليه. انما فكره ان احنا بنروح نجري عليه من دلوقتي دي بصراحه مقلقه قوي. والقاعده العامه في الفانتازي عموما ان انت اللاعب اللي تلاقي الناس كلها رايحه له ده خازوق، بيبان من بعيد كده وانت رايح له ان ده خازوق مغري. طيب في مين تاني يا عم؟ ماتيتا هيبقى خيار جامد جدا بصراحه، بس محتاجين نشوف كريستال بالاس الاول هيبقوا ايه نظامهم، لانهم السنه اللي فاتت في بدايه الدوري كانوا واقعين وابتدوا يفوقوا ويجيبوا فورمه بعد مثلا 10 جولات تقريبا. وود، خوفي من وود ان هو بقى 33 سنه وان جاله مهاجم، المهاجم اللي جاله اللي هو ايجور خيسوس ده لو اثبت نفسه لا هو ممكن يركب اساسي على وود. فوود محتاجين نشوف هو هيبقى اساسي ولا لا اصلا، ولو بقى اساسي تمام ممكن نفكر فيه، بس برضه ما يبقاش في مخيلتنا الصوره بتاعت وود السنه اللي فاتت، لان السنه اللي فاتت دي مش هتتكرر يا جماعه والله. وود كان بيجي له فرصتين في الماتش بيسجل واحده، كان بيجي له 3 بيسجل 2. فوود
السنه اللي فاتت كان في فورمه غريبه، ما اعتقدش انها هتتكرر تاني. في بعد كده سولانكي، واللي متهيألي الاصابات كانت ملازماه السنه اللي فاتت وده اثر عليه. سولانكي لو السنه دي فوق شويه ومع تثبيت خطه بقى معينه، هيبقى عارف ان مثلا قدوس على يمينه، تيل على شماله، وراكلوس فيسكي او مادسون، مع تثبيت الخطه ومع توماس فرانك متهيألي ممكن يقول. وبرضه هنتفرج عليه شويه نشوف هيعمل ايه، او نشوفه في البري سيزون. هو اصلا مصاب دلوقتي، فلسه عايزين نشوفه الاول هيعمل ايه، وبعد كده ممكن يبقى خيار حلو جدا من توتنهام هجوميا. يجي بعد كده ايفانيلسون، مهاجم حلو قوي من بورنموث، بس فكره ال7 مليون احنا ممكن نزود نص مليون ونجيب لعيبه احلى بكتير. فايفانيلسون برضو يعني ما اعتقدش ان هو هيبقى خيار مغري للناس. خصوص فكك منه، ويلبك مع ان جواو بيدرو مشي، هو اللي هيبقى معاه ضربات الجزاء، هو اللي هيبقى اللاعب الرئيسي في هجوم برايتون، فدي برضه هتبقى مغريه جدا وسعره حلو قوي. الستة ونص دي حلوه قوي، من اللعيبه القليله اللي سعرهم 6.5 وهتبقى ضامن وجوده في الملعب. ديلاب اتكلمنا عليه لما قلنا على جواو بيدرو. جاكسون فكك منه، خيمينيز فكك منه، هو ومونوز بيقعدوا يبدلوا كتير قوي، واحد تلاقيه بادئ اساسي الثاني يطلع في الدقيقه 60 وهكذا، فنفكنا منه. داروين فكك، هويلاند فكك، ريتشارلسون برضه فكك، لارسن من ولفرهامبتون يعني محتاجين نبص عليهم اصلا نشوف بعد كونيا هيبقوا عاملين ازاي. ومتهيألي بقى كل اللعيبه الجايه دي مش لعيبه اساسيه، وان احنا كده اتكلمنا على معظم المهاجمين التقال اللي احنا فعلا هنفكر نجيب واحد منهم. ممكن بقى نتكلم عن لعيبه ميزانيه زي بيتو مثلا من ايفرتون ب5.5، زي مهاجم ليدز بايرو ده كان مساهم تقريبا ب 25 حوالي 25 جول ما بين اجوان واسيستات في التشامبيونشيب. انما غير كده مفيش لعيبه تاني ممكن نروح نجيبها ب5.5 او ب5 اصلا، لان الخيارات في ال6 مليون كمان قليله، فما بالك بقى بال5.5. طب يا عم حمدنوفيتش، بقول لك ايه، انت رغيت كتير قوي في المهاجمين، انا عايزك تقول لي الخلاصه. الخلاصه يا معلم، هالاند يعني لازم تفكر جدا وتظبط له مكان في تشكيلتك. هالاند هيبقى مهم جدا جدا جدا، وخصوصا ان الانظار مش عليه، ففكره ان انت تخطفه في بدايه النقط بتاعته دي لا هتفرق معاك قوي في الاول. ايزاك لو راح ليفربول اجري على ايزاك خلاص. ايزاك ده لو راح ليفربول هيبقى كنز، والمهاجم الثالث بتاعهم هيبقى جيو كيرس. الثلاثه دول فكره التجميع ما بينهم هيبقى كنز بصراحه. طب يا عم انا مش عايز مثلا ايزاك، واتكنز جدوله حلو جدا زي ما قلنا. الكتيكي لو مش واخد ادوار المهاجم الفيرمينيو ممكن نركز معاه شويه. والشباب بقى اللي ب7.5 كتير، سواء جو بيدرو سواء وود سواء سولانكي. طب يا عم انا اللعيبه دي مش فارقه معايا ومش عايزها اصلا، خلاص يا معلم روح هات هالاند، روح هات جيو كيرس او واتكنز او ايزاك، الاثنين دول، وزود لعيبه في الوسط، لان اصلا خيارات المهاجمين قليله. فعلى حسب انت عايز تلعب ب3 ولا 2 اصلا، على حسب انت شايف لعيبه خط الوسط بالنسبه لك هيجيبوا نقط اكتر فتلعب ب5 وسط، فبالتالي المهاجم الثالث هيبقى مهاجم رخيص او مهاجم ما بيلعبش اصلا. لو انت شايف ان انت عايز نقطك تجيبها من الهجوم هتلعب ب3 بس هتستغنى عن لاعب في خط الوسط وهكذا بقى. بس انا بالنسبه لي خط الهجوم الامثل لو ايزاك ما راحش ليفربول هالاند، جيو كيرس، ومهاجم بقى ب5.5 او ب4.5 ما بيلعبش اصلا. لو هتجيب حد ب5.5 يبقى بيتو. وبكده نكون خلصنا سلسله خط الدفاع، خط الوسط، خط الهجوم. ومن الحلقات الجايه هنبتدي بقى نخش في التشكيلات. فاتمنى الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى يكون الكلام فاتكم شويه. فما تنساش بقى زي ما اتفقنا في الاول، ده كود الدوري، واتفقنا ان في جوائز وممكن توصل جوائز شهريه كمان. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عايزين نوصل القناه 5000 مشترك قبل بدايه الدوري. وبس كده، نتقابل ان شاء الله في الحلقات الجايه. سلام.